السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الأكارم أينما كنتم. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها بالعناوين. مجلس الشعبي بالإقليم الجنوبي يعقد جلسته الاعتيادية 22. تنفيذ حملة توعية طلابية حول سرطان عنق الرحم في الإقليم الأوسط. الدراج مرها وقدوس يحصل على لقب أفضل دراج إفريقي، وأخليل على لقب أفضل دراج شاب لهذا العام. كبار المسؤولين من الولايات المتحدة والصين يعقدون محادثات بناءة. زيلينسكي وقع اتفاقية ثنائية طويلة الأمد مع ألمانيا وفرنسا. وإيران تكشف عن منظومتين صاروختين جديدتين للدفاع الجوي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أصدر مجلس الإقليم الجنوبي الشعبي قرارات وتوصيات مهمة في جلسته الاعتيادية 22 التي عقدت في 15 من فبراير الحالي. وقال رئيس مجلس النواب الأستاذ ولداي جبري في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، قال إن أعضاء لجانهم قاموا بعمل جدير بالثناء لتحقيق أهداف المجلس، ودعا كل مواطن إلى الاقتداء بقوات الدفاع البواسل والمساهمة في أداء واجبه. وبعد مناقشة التقارير المقدمة من القطاعات المختلفة، قرر أعضاء البرلمان إعطاء الأولوية للمحاربين المعاقين القدامى في خدمات النقل، وبدء الخدمات المصرفية في مديرية صنعفة، ومواصلة الخدمات المصرفية في المدن الأخرى التي ظلت تقدم في الدوام الصباحي فقط، مواصلتها في الدوام المسائي أي بعد الظهر أيضا، مقترحين تقسيم مدرسة مايمنة المتوسطة والثانوية إلى قسمين. من جانبه قدم حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفاسين شرحا مفصلا عن خطط عمل العام 2024، وأجاب على أسئلة واستفسارات المشاركين. وفي الختام قرر مجلس الإقليم الجنوبي القيام بحملات مكثفة للتوعية والمشاركة في الإدارة والمعالجة البيئية الآمنة، وكذا مراقبة زواج القاصرات وختان الإناث، وإثراء موارد الأشجار والحياة البرية، والوقاية من الأمراض الناجمة عن نقص اليود، ومنح اهتمام أكبر لقضية النقص في الطاقة والنقل، وتنفيذ التوجيهات الحكومية بشكل صحيح، والمساهمة في توعية الشباب وتلبية مطالبهم. وبهذه المناسبة أوضحت وزيرة العدل السيدة فوزية هاشم مجمل مهام الوزارة والإعلان رقم 184 لعام 2013 لعام 2023 الصادر لحل النزاعات بالوساطة وخطة العام 2024، موصية أعضاء المجلس للقيام بواجباتهم بشكل جيد. نظمت في 17 من فبراير محاضرة توعوية لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية بالإقليم الأوسط بالتعاون بين وزارتي التعليم والصحة في الإقليم الأوسط، تطرقت عن أسباب وعواقب وطرق الوقاية من سرطان عنق الرحم. وقال السيد إفريم زبآي رئيس وحدة الإنجاب بوزارة الصحة في محاضرة ألقاها في قاعة مستشفى روتا الوطني المرجعي، قال إن سرطان عنق الرحم يتطور بشكل مضطرد ويمكن علاجه بعد اكتشافه، مضيفا أن 99% من الأسباب تعود إلى الجنس غير الآمن. وأضاف أن سرطان عنق الرحم ليس له أعراض مبكرة، ويمكن أن يستغرق ما يصل إلى 20 عاما ليتطور إلى سرطان، مضيفا أنه عندما يصل المرض إلى ذروته فأنه يسبب نزيفا غير طبيعي. وحث رئيس قسم الاتصال والتدريب بوزارة الصحة السيد مانويل جرماسيان الطلاب على فهم أهمية المحاضرة وزيادة معرفتهم للقضاء على الأسباب والنجاح في برامج التطعيم للوقاية منها. وفي ذلك اليوم أقيمت مسابقة معلومات عامة بين 14 مدرسة ثانوية في أسمرة. وفي الوقت نفسه ألقيت محاضرة من قبل أعضاء مستشفى حزحز الإقليمي المرجعي ومستشفى علاج حمص العمومي في 17 من فبراير، هدفت رفع مستوى الوعي العام حول الخدمات الصحية. واطلع الأهالي على البرامج التي نفذتها المستشفيات عام 2023 والمعدات الحديثة والقدرات المهنية التي جهزت بها المستشفيات، فضلا عن انتشار الأمراض وغيرها.
أعلن بأن مواطني مديرية الدبار قدموا ولا زالوا يقدمون مساهمة كبيرة لضمان المشاركة المتساوية في المدارس. وفي تقييم أجري في 15 من فبراير قال رئيس الخدمات التعليمية في المنطقة الأستاذ موي منجستابه قال إن المواطنين تبرعوا بأكثر من 1.4 مليون نافع عينا ونقدا لدعم عملية التعليم والتعلم، مشيرا إلى تشييد مبان جديدة في عدي كوبلو وتورات وعدي بزاقي حيث بدأت تقديم الخدمات. وفي شرحه لنتائج النصف الأول من العام الدراسي 2023-2024 قال إن معدل النجاح بلغ في المتوسط 85.5% من حوالي 24 ألف طالب مسجلين في المدارس المنتشرة في المديرية من الابتدائية وحتى الثانوية. وشكر جوبين حديش رئيس الإدارة والمالية بفرع وزارة التعليم بالإقليم الجنوبي الأهالي على دعمهم، وحث المعلمين على تكثيف جهودهم في بناء الشباب الأكفاء. وفي الختام قدم المشاركون توصيات بضرورة الاهتمام لبناء مدرسة عد بزهانس الإعدادية والقيام بمتابعة جادة لضمان وصول المواد التعليمية في الوقت المحدد وإيجاد آليات حلول تسهم في تبديل الكتب القديمة وغيرها. زادت مشاركة الإناث في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في العام الدراسي 2023-2024 في إدارة منطقة بدا بمديرية قلعلوم. وأوضح مدير مدرسة بولل الأستاذ خضر إبراهيم أن عدد المسجلين هذا العام بلغ 550 طالبا، من بينهم 232 طالبا. وأضاف أنه مقارنة بالعام الماضي ارتفعت نسبة مشاركة الإناث بأكثر من 13% في التعليم الابتدائي، وأكثر من 22% في التعليم الإعدادي، و2% في التعليم الثانوي. وقال إن هذا النمو يعود إلى الحملات التوعوية التي قامت بها لجنة المدرسة والأعيان واتحادي الشباب والمرأة. هذا وقد تضررت مدارس بولل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بسبب الأمطار الغزيرة في العام 2018. حصل اليوم الدراج الأولمبي الإريتري مرهاو قدوس على لقب أفضل دراج أفريقي، بينما حصل الدراج الإريتري الآخر أخليل أرفايني على لقب أفضل دراج أفريقي شاب في المرحلة الأولى من الجولة 16 التي تستضيفها رواندا. وقد ضم المنتخب الوطني للدراجات الهوائية المشارك في سباق الزمن الذي استضافته مدينة كيغالي الرواندية وامتد لمسافة 18.3 كيلومتر. شارك كل من مرهاو قدوس وأخليل أرفايني ويافيت ملجيتا ومتكل إيوب وناهوم زرعي، وقد قطعوا المسافة سائرين 50.7 كيلومتر في الساعة في غضون 21 دقيقة و39 ثانية، حيث تفوق المنتخب على كافة المنتخبات الوطنية، فيما جاء منتخب رواندا في المركز الثاني وجنوب أفريقيا في المركز الثالث. أما من حيث الأندية والمنتخبات المشاركة فقد احتل المنتخب الإريتري المركز السادس خلف أكبر الأندية الأوروبية، وجاء نادي سودال كويك ستيب البلجيكي في المركز الأول، فيما جاء النادي الإسرائيلي الذي يضم كريس فروم الفائز بسباق فرنسا للدراجات 4 مرات في المركز الثاني. وقد جاء نادي لوتو البلجيكي في المركز الثالث. وسيرتدي البلجيكي جوناثان فيرن القميص الأصفر في المرحلة الثانية التي تقام يوم غد، والتي يبلغ طولها 129.4 كيلومترا، بينما سيرتدي الدراجان الإريتريان مرهاو قدوس وأخليل أرفايني قمصان أفضل متسابق إفريقي لهذا العام وأفضل متسابق شاب إفريقي. الجدير بالذكر أن الدراجين الإريتريين قد فازوا بسباق رواندا منذ أن تم منحه مقياس 2.1 درجة في عام 2019، فازوا 4 مرات من أصل 5 جولات. مشاهدينا، كانت هذه الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نتابع الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أجرى كبار الدبلوماسيين من الولايات المتحدة والصين مناقشة صريحة وبناءة حول القضايا المتوترة في علاقاتهم المضطربة بشأن تايوان والوضع في بحر الصين الجنوبي والحرب في أوكرانيا والمواد الأيفونية الاصطناعية، حسب ما صرحت به وزارة الخارجية الأمريكية.
ويمثل الاجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكان ووزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش مؤتمر ميونخ الأمني الاجتماع الأحدث والأعلى مستوى بين الجانبين منذ عقد الرئيس جو بايدن محادثات أواخر العام الماضي في كاليفورنيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن بلينكان أكد على أهمية الحفاظ على السلام في منطقة تايوان وكذلك توسيع الجهود الناشئة لمكافحة المخدرات. كما أثار بلينكان مخاوف بشأن دعم الصين للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية التي ترى واشنطن أنها تساعد عمليات موسكو العسكرية ضد أوكرانيا. وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اتفاقيات ثنائية مع ألمانيا وفرنسا حيث يعمل كييف على حشد الدعم الغربي العسكري بعد تأخير المساعدات الأمريكية. وقال زيلينسكي أن الوثيقة غير مسبوقة لدعمها أوكرانيا بمبلغ 7 مليارات يورو لهذا العام إضافة إلى تسليم أسلحة وذخيرة لأوكرانيا. وتتضمن الاتفاقية تأكيد فرض عقوبات على روسيا تشمل تجميد الأصول. تأتي اتفاقيات الأمن والدعم الثنائية في أعقاب اتفاقية أمنية بين أوكرانيا والمملكة المتحدة تم توقيعها عندما زار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك كييف الشهر الماضي. وتضغط ألمانيا على شركائها في أوروبا والولايات المتحدة للالتزام بشأن الإمدادات العسكرية لأوكرانيا. كما سيتوجه شولتز إلى واشنطن لحشد المساعدات المتأخرة. كشفت إيران النقاب عن منظومتين صاروختين جديدتين. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا إنه تمت إزاحة الستار عن منظومة أرمان المضادة للصواريخ البالستية ومنظومة أذرخش للدفاع الجوي على ارتفاعات عالية. وبحسب وزارة الدفاع الإيرانية تتمتع منظومة أرمان متوسطة المدى الدفاعية بمميزات منها اكتشاف الأهداف على مسافة 180 كيلومتر وتتبع الأهداف على مسافة تصل إلى 160 كيلومتر. كما تغطي المنظومة 360 درجة ولديها إمكانيات الاشتباك مع 6 أهداف. وأقيم الاحتفال بحضور وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني. وقالت وكالة مهر الإيرانية إن إنشاء وتطوير هذه الأنظمة تمت من قبل خبراء وزارة الدفاع الإيرانية. نجحت اليابان في إطلاق الصاروخ الفضائي الجديد H3 لتعيد برامجها الفضائية إلى المسار الصحيح بعد انتكاسات متعددة منها فشل محاولة إطلاق الصاروخ العام الماضي وفق تصريحات وكالة رويترز. ويمثل الإطلاق أيضا النجاح الثاني على التوالي لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية جاكسا بعد أن حققت مركبة سليم هبوطا دقيقا على سطح القمر الشهر الماضي. وتسعى اليابان وهي لاعب صغير نسبيا في مجال الفضاء من حيث عدد عمليات الإطلاق تسعى إلى تنشيط برنامجها من خلال شركاتها مع حليفتها الولايات المتحدة لمواجهة الصين. وأعلنت الوكالة أن الصاروخ نجح في إطلاق حمولته بالكامل المؤلفة من 2 من الأقمار الصناعية متناهية الصقر ونموذج لقمر صناعي. مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. المجلس الشعبي بالإقليم الجنوبي يعقد جلسته الاعتيادية 22. تنفيذ حملة توعوية طلابية حول سرطان عنق الرحم في الإقليم الأوسط. الدراج مرهاو قدوس يحصل على لقب أفضل دراج أفريقي وأخليل على لقب أفضل دراج شاب لهذا العام. كبار الدبلوماسيين من الولايات المتحدة والصين يعقدون محادثات بناءة. زيلينسكي يوقع اتفاقيات ثنائية طويلة الأمد مع ألمانيا وفرنسا. وإيران تكشف عن منظومتين صاروختين جديدتين للدفاع الجوي. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.